حكمت المحكمة حضوريا ومعاقبة باسم سمير ناشد فهمي أولا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى. ثانيا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثانية. ثالثا السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الثالثة. رابعا السجن المشدد لمدة 7 سنوات عن التهمة الرابعة عن تبادل الموظفات الجنائية. رفعت الكلمة. قضية من القضايا التي هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه، وجعلت الجميع يتساءل: هل يمكن لملاك الرحمة أن يتحول إلى شيطان؟ وهل يمكن لمجرم أن يفعل ما فعله هذا الطبيب في جريمته؟ إنها قصة جريمة حقيقية حدثت في إحدى محافظات صعيد مصر، وبدأت أحداثها عام 2020 واستمرت حتى عام 2021. بطل القصة هو الدكتور باسم سالهي. في يوم من الأيام ظهر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قلب الموازين. لم يكن منشورا عاديا كتبه شخص مجهول، بل كان من فنان كبير وسيناريست معروف. روى في منشوره حادثة قديمة حدثت له قبل أكثر من 30 عاما. قال الفنان أنه كان في نادي الجزيرة، وتحديدا داخل غرفة تبديل الملابس، حين فوجئ بالدكتور باسم يقتحم عليه الغرفة ويحاول لمسه في منطقة حساسة. أصيب الفنان بالصدمة، لكن رد فعله كان سريعا وحازما، إذ دفعه بكل قوته ودخل معه في شجار عنيف. ارتفع صوتهما حتى تجمع بعض أعضاء النادي لفض الاشتباك بصعوبة. مرت السنوات، وفي إحدى الحفلات بالغردقة التقى الفنان بالدكتور باسم مجددا، ولاحظ أنه يحاول الاقتراب منه لكنه تجاهله تماما. ظل الفنان صامتا طوال تلك المدة إلى أن جاء الموقف الذي جعله ينفجر. ففي يونيو عام 2020 كان الفنان في زيارة صديق له يسكن بعمارة في منطقة الدقي، وبعد انتهاء الزيارة استقل المصعد، وعند توقفه في الطابق الثاني فوجئ بالدكتور باسم يدخل المصعد، وما هن رآه حتى ابتسم واقترب منه مرددا عبارات خادشة للحياء. لم يتمالك الفنان نفسه وضربه بقوة صارخا فيه: كيف ما زلت مستمرا في أفعالك المشينة بعد أكثر من 30 عاما؟ لكن الغريب أن رد فعل الطبيب لم يكن عاديا، فقد بدا وكأنه يستمتع بالضرب. هنا أدرك الفنان أن السكوت لم يعد خيارا، فقرر أن يخرج عن صمته. وبعد شهر من الواقعة كتب منشورا فضح فيه حقيقة الدكتور باسم، كاشفا تفاصيل ما حدث معه، ومشيرا إلى أن الطبيب متورط في أكثر من 50 واقعة مشابهة داخل نادي الجزيرة، من بينها حادثة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. بحسب ما ذكر فإن الحادثة الأخيرة تم التستر عليها، وتم نقل الشاب من عمله بالنادي إلى مكان آخر لإخفاء الفضيحة. هذا الكشف المزلزل فتح الباب لشهادات كثيرة أخرى، فبعد نشر المنشور انهالت التعليقات والرسائل على الفنان، وصل عددها إلى أكثر من 130 رسالة، معظمها تحكي قصصا مشابهة ومواقف مشينة تعرض لها أصحابها على يد الدكتور باسم. من بين تلك الرسائل كانت هناك واحدة من مغن معروف تواصل بنفسه مع الفنان وحكى له قصته. وبعد فترة قصيرة خرج المغني في فيديو علني روى فيه ما حدث معه. قال إنه عندما كان شابا في 22 من عمره وكان خاطبا، اعتاد زيارة خطيبته كل يوم جمعة في بيت عائلتها، وهناك تعرف على الدكتور باسم الذي كان طبيب العائلة. بدا اللقاء الأول لطيفا، لكن بعد فترة تعرض المغني لمشكلة في ضرسه، حيث أخطأ طبيبه الخاص وتسبب في كسر الضرس، ما جعله يعاني من ألم شديد. نصحته خطيبته وقتها بالذهاب إلى الدكتور باسم لأنه ماهر في عمله، فوافق الشاب وذهب إليه في عيادته في الدقي. أثناء الكشف كان باسم يتحدث معه بمرح، والمغني يرد بعفوية، لكن فجأة تغير الحوار وبدأت أسئلة الدكتور تأخذ منحا آخر، إذ صارت مليئة بالتلميحات الجنسية. عندها بدأ الشاب يتنبه وتوقف عن الرد. بعد قليل أخبره باسم أنه بحاجة إلى حقنة بنج في العضل، فوافق المريض،
وما أن كشف الشاب عن موضع الحقنة حتى مد يده ولمس جسده بطريقة غير مبررة. هنا فزع المريض ودفعه بعيدا عنه وتشاجر معه، لكن الصدمة كانت أن الدكتور باسم رفع صوته مدعيا أن الشاب قد أساء الفهم وأنه مريض بالحواجز، بل اتهمه بالجنون. هذه المواجهة جعلت الشاب يشك للحظة في نفسه، وحاول أن يقنع ذاته بأن ما حدث ربما كان سوء فهما. خرج المغني من العيادة مضطربا، وحين قص الأمر على بعض المقربين منه جاء ردهم صادما: مستحيل أن يفعل الدكتور باسم شيئا كهذا. حاول الشاب أن يتجاوز الموقف، لكنه في داخله ظل يشعر بالمهانة. وبعد فترة، وبينما كان يقود سيارته على طريق المحور، لمح صورة إعلان ضخمة للدكتور باسم على الطريق يبتسم بثقة. حينها اجتاحت المغني موجة من الألم والحزن، واستعاد المشهد المرعب، لكنه كتم الأمر في قلبه لسنوات، حتى جاء اليوم الذي قرأ فيه منشور السيناريست الكبير، فقرر ألا يسكت أكثر. خرج عن صمته وتحدث علنا، مؤكدا أن التستر خطر، وأن مواجهة الحقيقة شجاعة لا بد منها. ختم كلامه بتوجيه رسالة إلى المجتمع قائلا: البنات اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي يجب أن يجدن دعما من المجتمع حتى يستطيعن تجاوز أزمتهم، فلا يجب أن نلم الضحية بل نحميها ونقف بجانبها. انتشر الفيديو الذي سجله المغني كالنار في الهشيم، وزاد من حجم القضية. رد باسم بدوره على هذه الاتهامات، فكتب منشورا قال فيه إنه يتعرض لحملة تشويه لسمعته، وإنه سيرد عبر الطرق القانونية. لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قدمت بلاغات رسمية من السيناريست والمغني وثلاثة أشخاص آخرين، وبدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات. وخلال التحقيقات ظهرت شهادات جديدة. أحد الشباب قال إنه كان يعمل مندوبا في أحد الشركات، وذهب يوما إلى عيادة الدكتور باسم لتسليم أوراق، وأثناء الحديث لاحظ أن باسم ينظر إلى جسده بإعجاب واضح. أخبره الشاب أنه لاعب كرة في فريق درجة ثالثة، فقال له الطبيب أنه يستطيع مساعدته من خلال علاقاته. لكن فجأة تغير الموقف، وحاول باسم التحرش به. فزع الشاب ودفعه وخرج مسرعا. وبعد أيام صدم حين علم أن الدكتور باسم أبلغ شركته مدعيا أن هذا المندوب قد سرق ساعته. ثم ظهرت شهادة أخرى من طبيب شاب كان يعمل مساعدا لباسم عام 2018. قال أنه ذات يوم في عيادة الدق أمره باسم أن يغير ملابسه فورا، وبينما كان الشاب في غرفة تبديل الملابس فوجئ بالدكتور باسم يقف بجانبه ويلمس جسده. كاد الشاب يصرخ، لكن باسم هدده قائلا أنه إن تحدث فسيشوه سمعته ويفضحه أمام أهله، وبل يلفق له قضية. ولم تتوقف الشهادات هنا، فقد ظهر ضحية آخر قال إنه كان مريضا لدى باسم، لكنه أجبره على علاقة بالإكراه، ثم صوره وبدأ يهدده. ظل الشاب تحت تهديده لسنوات، وكان كلما اتصل به الطبيب يذهب إليه مرغما خوفا من الفضيحة. وأكد أن هذه العلاقة القهرية استمرت معه 3 سنوات كاملة. مع تزايد عدد البلاغات والشهادات، لم يعد أمام النيابة العامة سوى التحرك رسميا. ألقي القبض على الدكتور باسم في أغسطس 2021، وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه في اتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداء على الرجال. حاول باسم في بداية التحقيق إنكار كل التهم، وقال أنها محاولة لتشويه سمعته لأنه ناجح ومشهور، وأضاف أن من تقدموا بالبلاغات ضده يسعون وراء الشهرة أو المال. لكن النيابة واجهته بأدلة قوية، منها شهادات متطابقة لضحايا لا يعرف بعضهم بعضا، ورسائل مسجلة، وفيديو قصير التقطه أحد الشباب يظهر لحظة محاولة التحرش به. ومع تضييق الخناق عليه، بدأ باسم يتردد في كلامه، ثم حاول أن يبرر أفعاله قائلا إنه يعاني من اضطراب نفسي منذ سنوات. إلا أن النيابة قررت في حالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وهناك
أكد الأطباء إنه لا يعاني من أي مرض نفسي يفقده القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. في أكتوبر من نفس العام صدر قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالقوة والتحرش بالرجال، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. الخبر وقع كالصاعقة على المجتمع، إذ لم يكن أحد يتخيل أن طبيب المشاهير الذي كان يظهر على شاشات التلفزيون ويبتسم إلى الكاميرات في الإعلانات المضيئة على الطرق يقف الآن متهما بجرائم أخلاقية مشينة. بدأت أولى الجلسات المحاكمة في ديسمبر 2021 وسط اهتمام إعلامي غير مسبوق. حضر باسم الجلسة مرتديا بدلة أنيقة، لكنه بدا شاحب الوجه وقلق الملامح. جلس داخل القفص الزجاجي، وأمام هيئة المحكمة وقفت مجموعة من الضحايا يسردون قصصهم المروعة. بعضهم كان يتحدث بثقة وجرأة، والبعض الآخر لم يتمالك دموعه وهو يروي تفاصيل ما جرى له. في أحدى الجلسات وقف الشاب الذي كان مساعدا له في العيادة وقال بصوت مرتجف: لقد استغلني وهددني وجعلني أعيش في رعب دائم، لم أستطع أن أتكلم من قبل لأنني كنت أخاف من الفضيحة. ثم بكى بشدة حتى تعاطف معه الحاضرون. أما المغني المعروف فقد أكد أنه ليس بحاجة إلى شهرة إضافية لأنه بالفعل مشهور، وإنما تحرك فقط لكشف الحقيقة. من جانبها قدمت هيئة الدفاع عن باسم دفوعا عدة. حاول المحامون التشكيك في أقوال الضحايا وقالوا أن القضية مجرد حملة ممنهجة يقودها بعض الأشخاص، كما طلبوا استدعاء بعض الشخصيات البارزة للشهادة لصالح موكلهم. لكن النيابة ردد بأن التهم ثابتة بالأدلة والشهادات المتعددة، ولا يمكن أن تكون جميعها ملفقة أو متفق عليها. خلال جلسات المحاكمة ظهر والد أحد الضحايا وقال أمام القاضي: لقد دمر ابني نفسيا، جعله يكره الحياة ويفقد ثقة في نفسه. كانت تلك الكلمات مؤثرة للغاية وجعلت القاعة كلها في حالة صمت عميق. استمرت الجلسات عدة أشهر، وخلالها حاول باسم مرارا أن يظهر بمظهر الهادئ المظلوم، لكنه في إحدى اللحظات فقد أعصابه وصرخ في وجه أحد الشهود قائلا: كاذب، أنت لم تكن حتى موجودا معي، ما دفع القاضي إلى تحذيره وإسكاته فورا. وفي مارس 2022 أصدرت المحكمة حكمها النهائي: السجن المشدد 16 عاما بحق الدكتور باسم سمير، بعد إدامته بارتكاب وقائع هتك عرض بالقوة والتحرش بعدد من الضحايا. كما ألزمت المحكمة الطبيب بدفع تعويضات مالية لعدد من المجني عليهم. الخبر تصدر عناوين الصحف والمواقع، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تراوحت بين الصدمة والغضب. كثيرون كتبوا: لم نكن نتوقع أن يكون خلف تلك الابتسامة الساحرة وحياة الرفاهية هذا الوجه المظلم، بينما رأى آخرون أن الحكم رسالة قوية بأن لا أحد فوق القانون مهما بلغت شهرته أو مكانته. أما الضحايا فقد شعروا ببعض الراحة بعد نطق الحكم. صحيح أن جراحهم النفسية لم تلتئم بعد، لكنهم اعتبروا أن العدالة أنصفتهم وأن أصواتهم لم تذهب هباء. من جهتها أصدرت نقابة أطباء الأسنان قراراً بشطب باسم من سجلات النقابة نهائياً وسحب رخصة ممارسة المهنة منه، ليطوى بذلك فصل طويل من مسيرته المهنية. كما قامت الشركات التي كان يتعاون معها بإلغاء عقودها فوراً، وأزيلت كل صوره وإعلاناته من الشوارع. المفارقة المؤلمة أن الرجل الذي كان يتفاخر دوما بأنه طبيب الرحمة وصانع الابتسامة انتهى به الأمر خلف القضبان، فاقدا سمعته وحريته وكل ما بناه على مدار سنوات. ورغم صدور الحكم بقيت آثار القضية تتردد في المجتمع المصري لوقت طويل، فقد فتحت بابا واسعا للنقاش حول قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ضد الرجال، وهي موضوعات نادرا ما كانت تطرح علنا. كثيرون أدركوا أن الضحية قد يكون رجلا، وأن الصمت والتستر يزيدان الطين بلة. وأكد كثير من الحقوقيين أن القضية كانت نقطة تحول في وعي المجتمع بضرورة دعم الضحايا بغض النظر عن جنسهم أو مكانتهم. وهكذا انتهت قصة الدكتور باسم التي بدأت بطموح كبير وشهرة واسعة ونجاحات لامعة،
لكنها انقلبت فجأة إلى فضيحة كبرى وجريمة مدوية، لتتحول سيرته من طبيب المشاهير إلى مجرم خلف القضبان. تنويه: هذا المحتوى يعرض بهدف التوعية والعبرة، وليس للتشهير أو الترويج لأي سلوك مرفوض دينياً أو اجتماعياً. نحن نناقش هذه القضايا لنسلط الضوء على خطورتها، وندعو إلى التفكر في عواقبها حفاظاً على قيمنا ومجتمعاتنا.